كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم مع فيديو جديد. اليوم غادي نوجدو ان شاء الله مسمن بالبيض. كنحتاجو كيلو ديال الطحين، شويه الخميره، شويه الملحه، ما كنديرو فيها لا بيض لا سنيده لا حتى شي حاجه. هذا هو المكونات اللي كنحتاجو. كنسخنوا الماء بطبيعه الحال وكنحاولوا نجمعوا العجينه. الفيديو غادي يجيكم ثقيل شويه ولكن قبلوا عليا. العجينه ما خاصنا نديروها لا قاصحه لا رطبه، خاصها تكون مي، يعني هذيك المهم راه كلكم عارفين العجينه ديال المسمن كي كتكون. صافي وكندلكوها، كنعطيوها الكف مزيان. اللي عندها شي كتاب في هذا الفيديو هذا تبينو، كندلكوها مزيان كنعطيوها الكف. صافي من بعد ملي كنعجنوها كندهنوها بالزويته وكنخليوها ترتاح بلاتي. غير هي ما تنسوش راه فيها الخميره، فيها غير الخميره والملح، ما فيها حتى شي حاجه اخرى. صافي كندلكوها مزيان حتى كتبدا تطرطق لينا. كنعطيوها البنيه دابا. من بعد الخلطه كنوجدوا فيها السميده ديال، من بعد ما كورناها بحال هكا كنوجدوا في الخلطه السميده ديال الحلوى والفرص والزيت، لا زبده لا حتى شي حاجه. هادو هما المكونات اللي كندير. صافي وكنشدوها كنقرصوها كنرقوها مزيان. راه واخا هكاك ما فيها لا زبده حتى شي حاجه، سمحوا لي، واخا ما فيها لا زبده حتى شي حاجه، راه كتجي تبارك الله مورقه ومحلوله. صافي غير الطحين، الفرص وشويه سميده رقيقه. هادشي اللي كنديرو فيها فقط. شوفوا الخليط كيدير، القوام ديالو كيدير. صافي كنرقوها مزيان. المهم راكم نتوما عارفين طريقه المسمن كيف دايره، راه تبارك الله وصلان برا كلشي كيعرف يصاوب المسمن بلا ما نبقى انا نشرح لكم بزاف. باش ما يجيكمش الفيديو طويل غادا نورق معكم غير جوج. صافي كنبقاو نرقو فيها. كاينه واحد المدينه هي اللي مشهوره بهاد الاكله مسمن بالبيض. نسيت، ما عرفتش، نسيت المدينه اللي مشهوره فيها هاد الاكله هادي مسمن بالبيض. صافي وكنقرصوها حتى هي مزيان. ما عرفتش الصوت ديالي واش غادي يجيكم واضح ولا لا، ولكن قبلوا على موجد. اصلا العجينه فيها الخميره كتجي ساهله في دقراص، ما كتهضب ما حتى شي حاجه، ساهله. من بعد ما قرصنا العجينه كامله دابا غادي نبداو نطيبو. غادي نقرصوها مزيان. في هذه المرحله هذه عاوتاني راه ما كنستعمل لا زيت لا حتى شي حاجه، راه غير ديك الزيت اللي كانت فيها هي باش كنت كنقرص، راه جايه ناشفه. صافي المقله ديالنا راه سيره تسخن وغادي نبداو نطيبو ان شاء الله. ما كنطيبوهاش مزيان، كنديروا لها غير نص طيبه، حيت ملي غادي نديروا لها البيض غادا تكمل الطياب ديالها. دابا غادي نديروا لها غير نص طيبه صافي، ماشي حتى نص طيبه، غير شويه، غير تشد راسها هكا صافي. وغادي باش نديروا لها البيض. ولكن من الاحسن حتى تبرد المسمنه عاد تقدروا تحلوها باش ما تقطعش لكم.
صافي كنبقاو نقلبو فيها باش تحل. صافي كيما كتشوفوا راها منفوخه، راه محلوله غير راسها بلا ما نحتاجو حنا نحلوها بلا حتى شي حاجه، لان راه محلوله غير راسها. بارك عليها. شوفوا كي جا غير نص طيبه، يعني ما يكونش طيب بزاف وما يكونش عاوتاني شويه شويه. بارك عليها. دابا غنجيو لاخر مرحله. كناخذوا بيضه وكناخذوا شويه الملحه، شويه الكمون، شويه فلفله حاره. الفلفله حاره اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها استغنى عليها. انايا بغيتو يكون حار فدرت ديك الفلفله حاره، اما اللي ما بغاهاش ما يحتاج غير الملحه وكمون، او اللي ما بغاش يدير حتى الملحه ماشي مشكل. كما كتعرفوا نتوما البيض كيكون مالح شويه. صافي كنديروا هادشي في الزلافه وكنطربوه مزيان وكنحطوه. كنجيو نسيمنا تبارك الله كي محلولين مزيان، ما نحتاجوش نوحلو معاهم ولا يتقطعوا لينا ولا حتى شي حاجه، محلولين راسهم. صافي في اثناء كنكون دايره المقله كتسخن، كندهنها بشويه الزيت، غير شويه ما نكثرش بزاف باش تحمر ليا المسمنه من التحت ومن كاع الجويح. صافي كنحطوا عليها المسمنه، ولكن تكون محلوله وما تكونش مقطعه، حيت الا كانت مقطعه داك البيض غادي يهبط لينا لتحت. صافي كنخوي عليها البيض. شوف تبارك الله بلا زبده بلا حتى شي حاجه، غير شويه الزيت وشويه السميده رقيقه وشويه الفرص. شوف تبارك الله كي محلولين. صافي كنخويو داك الخليط اللي درنا ديال البيض على المسمنه. كما قلت لكم ما خصهاش تكون مقطعه، اذا كانت مقطعه راه غادي يهبط البيض كله المقله لتحت. صافي كنسدوها وكنبقاو نحركوا فيها باش تحمر لينا مزيان، ولكن بغيتها تحمر لكم مزيان بقاو تحركوا فيها شويه باش تحمر من كاع الجناب، ما يبقى حتى شي جنب بلا تحمر. هذا كما كتلاحظوا البيض ما خارجش منها، ولكن راه ملي ديروها عاد غادي تعرفوني علاش كنهضر. صافي كنقلبوها ثاني الجهه الاخرى وكنبقاو عاوتاني نحركو. قبل ما نقلبوها رشيت عليها شويه الزيت من الوجه ديالها، عاد بديت كنحرك فيها ثاني باش تاخذ معايا نفس اللون. هي في هذه المرحله هذه كتكون مقرمله، ما كتبقاش ديك المسمنه رطبه، كتكون مقرمله. صافي كنخليوها كتحمر مزيان، هي كتحمر وحنا كندورو فيها كنحركو فيها. كنخليوه مازال شويه تزيد تاخد مع داك اللون المحمر. صافي غير تحمر لينا شويه غادي نحيدوها. شوف تبارك الله كي كتجي وها الشكل النهائي ديالنا. شوف تبارك الله صلان بيه مسمر، كتشوف كتحسوا به واقف تبارك الله. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا. نحل لكم وحده تشوفوها كي دايره من الداخل، راه مقرمله ما مرخيه من حتى شي حاجه. شوف تبارك الله كي دايره ومحلوله، رغم ذلك واخا درنا فيها البيض بقات محلوله. شوف البيض كي كيبان فيها من الداخل. وشكرا لكم بزاف، وما تنسوناش من اللايك والبارطاج والمتابعه ديالكم.